صباح الخير. انا بائسه، تقريبا بائسه لدرجه ان انا بقول صباح الخير الساعه 3 العصر. نتفق على حاجه، من اول ما بدات الشانل دي اللي هو دلوقتي لحد الله اعلم ربنا يديلنا طولة العمر، يعني عمركم ما هتشوفوني وانا لسه صاحي من النوم وبشيل الغطا بقى وبعمل وحاجات كده، عشان انا اصلا ده وشي وانا صاحيه بقالي 4 ساعات، فمش فارقه كتير. الموضوع مش مستاهل، والله مش مستاهل. شربت الشاي بلبن بتاعي وبشرب ايس كوفي، مع ان امبارح الدنيا شدت شتويه هنا في اسكندريه. بسبب الشتويه دي انا متحمسه قوي ان انا انزل النهارده. انا عندي ثيرابي سيشن، بحب قوي ريحه الجو بعد الشتاء، ومتحمسه اوريكم انتوا كمان الشوارع. قبل اي سكين كير روتين اتمنى ان انتوا تكونوا بتاخدوا فيتامينز، عشان بجد مهمه وبجد بتفرق. انا دلوقتي باخد سنترم وومن. يلا بينا مع بعض. تشيرز. قررت مش هحط اي ميك اب ولا اي حاجه، انا بس هحط سان سكرين ده من كوزر اكس. مش حابه قوي في الصيف عشان حاسه ان هو تقيل سيكا الصراحه يعني، بس هو برضو لذيذ على المدى البعيد، مش بيضايقني على وشي، بس اول لما بحطه بحس ان انا مخنوقه شويه. حاسه ان هو في الشتاء والسقعه دي دلوقتي مش مضايقني. علشان ما بقاش نصابه انا هحط بس بلوش او تنت او كده، عشان فاهمين، عشان كده يعني. في حبايه بنت لذينه طلعوا لي في اورتي، اعرف احط لها باتش ولا اسيبها تنطلق على الحياه، عشان ممكن الناس لما تشوفها تعرف ان انا فيا اللي مكفيني محدش يتكلم معايا. هذا التنت من اكلا، البراند دي لذيذه قوي، والتنت ده اصلا لذيذ جدا. مش هحط اي حاجه تانية النهارده، بس that's it. لسه جايلي مسج من الثيرابيست بتاعتي تقولي ان احنا هنتاخر سيكا. مبسوطه بصراحه ان احنا هنتاخر سيكا، عشان انا اصلا لسه مش فاهمه اي حاجه، لسه ما خلصتش قهوتي، وكنت المفروض ابقى هناك كمان ساعه الا ربع. مش عارفه، حاسه ان الكونتراست بتاع التنت والحبايه، يعني الحبايه ابتدت تبان قوي، ففي الاغلب بقى هحط بيمبل باتش فعلا، عشان الحياه مش ناقصه، الحياه مش ناقصه خالص. اختراع بحبه في الدنيا، وحاسه ان في مفهوم خاطئ عنه ان هو بيخفف الحبايه او بيقللها. هو بجد ما بيعملش اي حاجه من دي، بس هي الفكره ان هو بالنسبه لي بيخفي شكل الحبايه شويه، ومن غير ما يبان ان انا حاطه حاجه، بلس انه بيخليني ما افضلش العب فيها او ايدي تيجي عليها او كده. بصوا السحر ده ماشي. ده دلوقتي حاسين ان في حاجه عشان انا قلته، عشان النور ضارب فيها، بس بجد هي بتخفف قوي من شكل الحبايه، ما تبصوليش كده. لابسه ده ولابسه جينز وهلبس سنيكرز بيضه، حاسه ان الشنطه دي يعني تكسر، تدي شويه لون شويه حياه اللي هم مش موجودين قوي كده. طيب تعالوا اقول لكم باخد ايه في شنطتي وانا رايحه ثيرابي. باخد معايا النوت بوك دي، كيوت قوي، اكتر نوت بوك بحبها عندي. ودي النوت بوك بتاعت الثيرابي اللي هو بجرنال فيها وبعمل فيها التاسكس اللي بتطلب مني في ثيرابي وكده. obviously محفظه، محفظتي كيوت. محفظتي دي ليها قصه، المحفظه دي عندي من اعدادي وما فيهاش خربوش، ما فيهاش خدش، مش قادره اقول لكم انا المحفظه دي بحبها قد ايه وقصتها. الكفر بتاع النضاره ومليون الف وحده وايبس من اللي هي الميني وايت وايبس دي، بجد they should sponsor me. مش عايزه منكم فلوس، انا عايزه منكم الوايبس دي كلها. ومناديل، باور بانك، ولو اي حد موبايله ايفون يور بيست فريند اتفضل، ده لازم تشتريه مع التليفون بالظبط. عشان اخيرا وليس اخرا الايربودز الخطيره دي، بس شكلها كيوت ازاي. من اكتر الحاجات اللي انا اتبسطت ان انا اشتريتها مؤخرا، اللي هي بجد بقالي سنين ما عنديش ايربودز واشتريت دي، اتبسطت قوي. وهي اصلا مش ابل وتحفه. تخيلين ان الشنطه دي شالت كل ده، والله العظيم برافو. بس ما كنتش حاسه ان هي مش هتكفي. وجودي على الانترنت بشكل كبير بحسه بيأثر على صورتي لنفسي، ان انا ممكن في العادي مثلا وانا خارجه انا بجد 99% من الوقت مبقاش حاطه ميك اب، وانا طالعه على الكاميرا بحس اللي هو ايه شكلي ده، انا ازاي هطلع اكلم الناس كده؟ الناس كلها على السوشيال ميديا زي القمر، انا عارفه ان انا زي القمر، بس برضو بحس ان انا محتاجه احط شويه ميك اب. فانا بحاول اكسر السايكل دي، هكسرها. The final touches. احلى حاجه حصلت السنه دي حوار الخواتم. انا بجد بقيت بحب البس خواتم كتير افوره. بس البراند بتاعت البلاش عندهم ليب جلوس انا بحبه قوي، بس الليب جلوس يعني الجلوس لما يروح بيفضل التنت ده موجود على الشفاه. مش دايما بتوتر قوي لما بحط ليب جلوس بعد كده بيروح فجاه ويبقى مثلا معلم من فوق بس ومن تحت، واللي هو ببقى
شكلي صعب. اخر حاجه هنحط برفيوم من ازلا هم لوكال براند. البرفيوم دي خطيره، اسمها اتراكتيف ليدي. حاسه ان هي لايقه قوي على الشتاء. عامه اتعلمت ان انا ما كترش عشان في الاخر خلاص بتخنق. ريحتها تحفه تحفه. ممكن ننزل ولا احنا غاويين تاخير؟ يلا اما انا نازله. انت نازله؟ انا وصلت ربع ساعه بدري، فاكره نفسي هوصل متاخر. صراحة روحت البيت من بدري قوي، بس النهاردة يوم اتقل من ما انا كنت متخيلة. خلصت السيشن بتاعتي وروحت البيت على طول واتغديت. اكلت سمك تشيز، احدى اكلاتي المفضلة. اي حاجة بتطلع من البحر بحبها الصراحة. اي حد بيروح ثيرابي هيفهم انا قصدي ايه. الثيرابي بالذات ممكن يكون الوعي اللي بيديهولك نعمة ونقمة. انا بتعلم في ثيرابي ان انا اخد بالي من كل حاجة بتحصل والباترنز اللي ماشية في حياتي اللي بيأثر عليا. افهم نفسي اكتر، اسمع نفسي اكتر، افهم مشاعري واكون واعية ليها طول الوقت. ده بيكون من وجهة نظري نقمة، عشان برضو بيخليك فاهم اللي بيحصل حواليك لدرجة احيانا بتكون مؤذية ومزعجة. بتبدأ تشوف الناس وتصرفاتهم على حقيقتها. اصلا الانكار بتاع شوية تصرفات من البني ادمين بيبقى ألذ، عشان اريح بالنسبة لنا ان احنا نقول على بني ادم مثلا ان هو عمل كذا وضايقني، بس هو مش واخد باله، بس هو مش عارف، بس هو مش مؤذي، بس هو جميل، بس هو طيب، اصل هو على نياته قوي، اصل هو مش عارف ايه. وتفضل تطلع مبررات احسن ما تقعد بينك وبين نفسك تقول لا ده بني ادم مؤذي، لا ده بني ادم توكسيك. انا احتياجاتي مثلا في الصداقة دي او في العلاقة دي مش بتلبى، البني ادم ده مش صاحبي او مش صاحبتي، والبني ادم ده مش بينفعني في حياتي. فاكيد الاسهل ان انت تقعد تطلع له مبررات عشان تفضل محافظ على العلاقة دي. عايزة اشارككم بحاجة الثيرابيست بتاعتي قالتها لي النهاردة، ممكن تكون من اذكى الحاجات اللي انا سمعتها ومن اتقلها علشان بتخصني انا يعني. بس هي كانت بتكلمني على فكرة الحزن عامة والزعل. انا كحبيبة بتجنب مشاعري قوي مؤخرا عشان هي تقيلة، وعشان انا بمر بفترة بعد حدث تروماتيك كده في حياتي. بتجنب خالص ان انا اتكلم مع نفسي او ان انا افكر في اللي حصل او فقالت لي الحزن عامل زي الكلب. كلب انتي طول ما انتي بتجري منه هو اوتوماتيك هيفضل يجري وراكي. فهتقدري تجري لحد فين؟ هتقدري تجري لحد فين فعلا؟ فالاسهل ان انتي تقفي وتواجهيه وتصاحبيه وتفهميه من ان انتي تفضلي تجري كده في الحياة. وفكرة ان احنا نكون بنتجنب الحزن احيانا كتير بتبقى جاية من حتة ان مخنا اصلا بيحاول يحمينا بان هو ده الحزن، ده المشاعر السلبية اللي هتخليكي تعيطي تقعدي في السرير. طب اهو مش هتشوفيها، انا مش هخليكي تشوفيها، خلاص خلاص امشي امشي يا حزن، امشي يا حزن. بس دي هتفضل لوب مفرغة في الاول وفي الاخر، وهيجي يوم وحزنك هيطلع عليك بس مش في مكانه ومش في وقته. هيطلع في حتة تانية، هيطلع في بيرن اوت، هيطلع في تعب جسدي، هيطلع في حاجات كتير لو انت ما نفذتش عنه. انا النهاردة كنت بعد السيشن حاسة بتقل كتير قوي عشان كانت سيشن تقيلة عامة. بس الحمد لله on the bright side انا طلعت الشتوي. كنت حاسة بتأنيب ضمير قوي ان انا هقعد اتكلم الكلمتين الجد دول عشان اللي هو ايه، مش هعرف ابقى انرجاتك بقى زي الصبح واللي هو يلا بينا ومش عارفة ايه. بس هو ده بالظبط اللي انا اصلا عايزه اعمله. انا مش عايزه امثل، انا مش عايزه امثل. طلعت الشتوي، اتمنى ان الجو ما يهزرش معايا اكتر من كده ويرجع حر ولا حاجه. هي عايزه اشيل بقى البيمبل باتش دي واوريكم وشي الحقيقي. يا لهوي الحبايه دي وجعاني موت. انا الحبوب اللي بتطلع لي في اورتي دي بتبقى ابشع حبايه. لسه مش عارفه، بفكر اقوم اخد everything shower كده دلوقتي بعد كده انام. انا لسه باكسبيرمنت هنا. لو شفتوا الفيديو لحد هنا انا مبسوطه قوي ان انتوا موجودين وان انتوا بتشاركوني الرحله دي. اتمنى ان انتوا حياتكم الفتره دي تكون اخف من حياتي، وان انتوا تكونوا مبسوطين راضيين ممتنين لكل حاجه موجوده عندكم. ولو حاسين بحزن او حاسين بمشاعر تقيله على قلبكم وعلى كتافكم، انا حاسه بيكم وانا معاكم، والايام دي هتعدي زي ما كل حاجه في الدنيا بتعدي.
المهم بس ان احنا نخلي بالنا على بعض ونكون الطف مع بعض. ومن باب اللطف متنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. تصبحوا على خير وقوموا اشربوا شويه ميه.